بيبدأ الفيلم بشاب باب العمارة بيتقفل عليه فبينده على بنت عشان تفتحه، وأول ما بيشوفها بيكون مصدوم من حلاوتها. تفتكروا كانت لابسة ده فعلا؟ أكيد لا، الفستان الأحمر الحرير ده كان في خيالها وبس، والموقف الحقيقي إنها فتحت له الباب بشعرها المنعكش ده وبيقول لها أنا سونار وإنتي، فبتقول له سنجل، قصدي سرتاب، يا ريتني كنت قابلتك وأنا لابسة الفستان اللي في خيالي. وبمجرد ما بيركبوا مع بعض الأسانسير من حظها الحلو بيتعطل بيهم، فالاتنين بيفرحوا قوي وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وساعتها بتتفاجئ لما بتعرف إنه ممثل، ولما الأسانسير بيشتغل بيعرفها إنه مبسوط عشان اتعرف عليها، وبيقول لها إنه ساكن في شقة 37. أما سرتاب بتبدأ تفكر وتخطط إزاي هتوقعه في المصيدة، وبتروح لعيد ميلاد أختها هيركا وبتكون بتحضر لها أحسن حاجة. بس قبل ما يطفوا الشمع بتقول لأختها وأصحابها لا استنوا، ده أنا جايبة لكم هدية حلوة جدا من لندن. وأول ما بتحب تحتفل وبتولعها البيت بيولع معاها، ولما البيت بيولع وبيطلبوا المطافي بيبان إنها ولا معاهم أصلا ولا بتفكر حصل إيه، وكل اللي في دماغها وبس إنها بتعجب بالراجل المطافي الوسيم. فأختها هيركا بتكون متغاظة منها جدا لأنها ولعت في شقتها والعفش كله، وبتروح تقول لها بوظتي عيد ميلادي وحرقتي شقتي، وكل اللي في دماغك دلوقتي بتبصبصي على الراجل المطافي. وبتقول لها أختها في الوقت ده مش عاوزة أشوفك تاني. فبتكون سرتاب مش فاهمة هو إيه اللي حصل لكل ده، وبتبدأ تدور على شغل عشان تبدأ حياتها العملية بعد رجوعها من لندن، وبتحاول تقدم في كذا شركة لكنها بتترفض فيهم كلهم لحد ما بتروح على آخر مكان واللي بيكون مطعم، وأخيرا بتتقبل هناك في وظيفة مديرة موارد بشرية. وبعد فترة صغيرة جدا بتقدر تأجر شقة في مبنى ضخم وحلو قوي وما بيسكنش فيه أي حد، وبتقرر إنها تقعد فيه لوحدها. وفي أول يوم شغل ليها بتكلمها صاحبتها وبتقول لها شفت لك عريس حلو يا عانس، شاب كامل مكمل وبيشتغل في بنك. وبتروح بسرعة عشان تقابله، بس عند أول شفطة من الشوربة بيعملها بتبقى عاوزة ترجع وهي قاعدة، وساعتها بتقول له معلش للأسف مش هينفع. وبعد وقت كبير في المواصلات بتوصل العمارة بتاعتها وهي متعصبة، وبتتفاجئ إن في واحد واقف ورا الباب وبيخبط عليها وبيقول لها ممكن تفتحي. فساعتها بتكون مبسوطة جدا وبتتمنى إنها لو كانت لابسة فستان شيك وتقدر تفتح له الباب. ولما بيعزم عليها بحاجة وبياكلوها سوا بتبدأ تبص عليه بيعمل صوت بالأكل ولا لأ، وساعتها بقى بتعجب بيه وبتديله في خيالها 10 من 10. وتاني يوم لما بتروح الشغل بيعرفهم صاحب المحل إن أسرة مسلسل الحكاية هيعملوا آخر حلقة عندهم في المطعم ولازم يستعدوا وينظموا المكان. وبعد شوية صغيرين بتتفاجئ إن الممثلين بيجوا واحد ورا التاني، والصدمة الحقيقية اللي بتحصل لها لما بتتفاجئ إن سونير من ضمن الممثلين الموجودين، وساعتها بتعرف إن هو البطل. وسونير لما بيشوفها بالصدفة بيكون مبسوط إنها موجودة هناك. وبعد ما بيخلصوا تصوير المشهد بيقرر صاحب المطعم إنه يعزمهم على العشاء هناك، ولما بيجي الشيف عشان يقدم الأكل بتنقذ الموقف على طول لما بتلاقي الشيف ده لقى كل الأكل، فبتقف قدامه وبتاخده على هدومها عشان ما فيش أي حاجة تيجي على الناس المعزومة، وساعتها كل حاجة بتدلق عليها. ولما بتتحرج جدا من الموقف بتقرر إنها تدخل تغير هدومها بسرعة، لكن سونير بيروح لها على طول وبيقول لها مش عاوزك تكوني محرجة، على فكرة شكلك حلو قوي بالصلصة. وبتكون وقتها مبسوطة جدا من طريقته معاها وبتبدأ تحس إن شكله كده أعجب بيها خلاص. وتاني يوم بتقرر إنها تلبس هدوم شيك جدا وبتستنى كتير قدام العمارة، وطبعا كل ده مستنية عشان تشوفه، لا يكون جاي من التصوير أو نازل عنده تصوير أي حاجة يعني، المهم يعدي من جنبها. وبتفضل تتمشى في مدخل العمارة شوية وبعدين تخرج شوية وتدخل شوية، بس مع المراقبة الكتير بتعرف إنه ما بيجيش هنا إلا يومين بس في الأسبوع. فبتقرر إنها تجمع صحابها البنات وأختها كمان وأصحاب أختها عشان يساعدوها في القصة دي، وكل واحدة تديلها معلومات إزاي توقعوا في حبها. وبتتفاجئ إن أصحابها بيتريقوا عليها وكمان أختها وبيقولوا لها هو أنت في دماغك حاجة بقى الممثل المشهور ده هيبص لك أنت. بس الصدفة الغريبة جدا في الموضوع إنها بتلاقيه سهران في نفس المكان قدامها، ومن كتر ما هي حافظة كل تفاصيله بتعرفه من قفاه. وساعتها أول ما بيشوفها بيقول لها إيه ده، هو أنت تاني؟ صدفك كتيرة جدا معايا. وساعتها بيعرض عليها وبيقول لها إيه رأيك نمشي من هنا ونروح ناكل في هدوء سندوتشات الكفتة اللي بنحبها. وبالرغم من إنها عمالة تلف عليه بقالها أسبوع لكن بتفكر إنها تتقل عليه شوية، وبتقول له الصراحة ما بفكرش آكل دلوقتي. فساعتها بيسيبها على راحتها وبيقول لها ماشي مش مشكلة، مش عاوز أبوظ لك خططك. لكن أصحابها لما بيعرفوا إنها عملت كده وسونير مشي بيكونوا متغاظين جدا منها وبيقولوا لها إيه اللي عملتيه ده، هو أنت مجنونة ولا حاجة؟ طريقتك دي هتطفشه. وساعتها بيقرروا ياخدوها وبيروحوا على المطعم اللي هو رايحه، وبمجرد ما بيشوفها تاني بيطلب ياخد رقمها قدام أصحابها وكل الموجودين. وبعد ما اديت له الرقم بتفضل تاني يوم ماسكة تليفونها وبيبعت لها رسايل وبيقول لها في اللحظة دي إنه عاوز يقابلها في البيت عنده. وفاجئته سرتاب بإنها جايبه له هدية بمناسبة البيت الجديد، لكن بتحب وقتها إنها تسأله على الشقة التانية والعمارة اللي بيسكن فيها. فبيقول لها لا الشقة دي إيجار وأخدتها بس عشان الناس تريح فيها لأنها قريبة شوية من لوكيشن التصوير، بس بيفكر يسيبها بمجرد ما بيخلص المسلسل على طول. فطبعا بتتضايق شوية من كلامه واللي هو يعني هو أنا مش هشوفك تاني، لكن الغريب اللي بيحصل إنه ما بيعديش كام دقيقة والنور بيقطع. وساعتها بتكون سرتاب مستغربة من الصدف الغريبة
الغريبة دي؟ يعني يوم ما تقابلوا الأسانسير يعطل، ولما تروح عنده في الشقة النور يقطع. هو أنا وشي وحش عليك ولا إيه؟ ومن هنا بتبدأ علاقتهم، ومن اليوم ده وهم كل يوم بيتقابلوا، بس بيتفق معاها إنه دايما يقابلها في البيت. لكن مقابلة ورا التانية بتبدأ تشك في الموضوع شوية، وبتبدأ تفكر هو اللي مش عاوز نخرج في أي مكان بره، هل أنا مش مناسبة بالنسبة له؟ هو بيستعر مني ولا إيه؟ ولما بتحكي لأصحابها البنات على مخاوفها دي بيقول لها تصدقي عندك حق، واضح كده إنه مش عاوز الناس تعرف إنك حبيبته. المهم يعني في حاجة مريبة في الموضوع، فبتقرر إنها تكلمه في التليفون وبتقول له إيه رأيك لما نتقابل، وبتعرض عليه إنهم يتقابلوا في مطعم. لكن سونير وقتها بيكون متفاجئ، هي عايزة إننا نتقابل بره ليه؟ وساعتها بيبدأ يتحجج، هو بيقول لها أصل عندي شغل دلوقتي، خليها مرة تانية. فبتتضايق وبتتخانق معاه، وبتقول له بس عرفتك، واضح كده إن أنت بتلعب بيا مش أكتر، أنت خايف الناس تشوفك معايا ولا إيه؟ أما سونير عشان يهديها بيقرر إنه يروح لها عشان يصالحها، وبيبدأ يشرح لها كمان إنه مبسوط معاها جدا، لكنه ما بيحبش إنهم يتقابلوا في الأماكن العامة، بس لو كنت عاوزة كده هعمله عادي، أنا ما بيفرقش معايا أي حاجة. وبتتفاجئ لما بياخدها المكان مجهز مخصوص عشانها، وبكلمتين حلوين بتنسى كل اللي حصل، وبتديله شوية اعذار وانه ممكن فعلا المعجبين يكونوا بيضايقوه. ولما بيرجعوا البيت مع بعض بتختار له الهدوم اللي هيطلع بيها في لايف بالليل، وبتقرر انها تقعد تستناه وبتتفرج عليه. بس الصدمة الحقيقية بجد لما بيتسأل عن الجواز، وساعتها بيقول قدام كل الناس ان الفكرة دي بعيدة تماما عنه، وانه كمان ما عندوش حبيب وهو سنجل اصلا. فساعتها سرتاب بتكون مش مصدقة نفسها، وبتقول ايوه كده شكي طلع في محله، انت طلعت بتلعب بيا. وبتقرر انها تكسر له الشقه وما تسيبلوش حاجه سليمه، وبتبقى بنت مجنونه على الاخر، وحتى كمان المخده اللي جابتها له بتقطعها. وبعد ما بتخلص كل ده بتقرر انها تبعت له فويس وبتهزقه، وبتقول له انا عرفت دلوقتي مش عاوز تقابلني بره ليه. وبتقرر انها تسيب له البيت وبتمشي. بس الغريب اللي بيحصل انها قبل ما بتوصل على بيتها بيكون سونير وصل قبلها، وبيقول لها ممكن تفهميني صح، وانه ما كانش حابب يتكلم عنها لان الناس هتضايقها، وان علاقتهم لو سر هتبقى افضل بكتير، انما بقى لو خرجوا والصحافه شمت خبر هيكونوا واقفين كل يوم قدام شغلها عشان يصوروها وكسبوا اشاعات كمان. وبيطلب منها تروح تعيش معاه في بيته، بس اول ما بتحكي لاصحابها واختها الموضوع ده بيحذروها، وبيقول لها خلي بالك باين عليه كده بيخدعك. بس سرتاب لانها بتحبه بجد بتقرر انها تروح تعيش معاه في شقته. لكن الغريب اللي بيحصل ان سونير مع الوقت بيبدا يتضايق جدا من وجودها معاه، لان الدنيا دايما مكركبه وحاجتها مرميه في كل حته، وباين عليها كده ست مش منظمه. وبيقول في نفسه ما انا كنت عايش لوحدي افضل، لكنه بيقرر يسكت، هيعمل ايه يعني؟ بس في يوم من غير ما يعرف بتقرر انها تقفشه كده، وفجأة بتروح له مكان التصوير، وقال ايه يعني جايبه معاها سندوتشات الكفتة اللي بيحبوها. واول ما بتعرف الكرفان بتاعه فين، بمجرد ما بتدخل بتلاقيه قاعد مع واحدة واخدين راحتهم، وساعتها بتتصدم من الموقف، ولانها بنت مجنونة شوية بتفكر انها تنتقم منه بس بطريقة مضحكة، وبتسوق العربية اللي هو فيها وبتقرر انها تعمل بيها حادثة. لكن بعدها على طول بتقرر انها تقطع علاقتها بيه، وساعتها بتعرف انه خاين وبتاع ستات، ومع الوقت بتسيب شغلها وبتروح تقدم على شغل تاني، وبيكونوا عاملين اعلان عن مذيعة في الراديو، وساعتها بتتقبل فعلا في المكان، وبتبدأ تلعب رياضة وبتشتغل. وموضوع العرسان ده شالته من دماغها خالص، وبيعدي شهر ورا التاني وسرتاب بتنجح في شغلها اكتر واكتر، وبسبب اللي حصل معاها مع السونير ده خلاها ما عندهاش اي مشاعر، وبطلت تفكر في الجواز تماما. ده غير انها دايما بتتخانق مع الموظفين وما بتديش اي اعذار لاي حد. بس بعد كام يوم صاحب المطعم اللي كانت بتشتغل فيه بيكلمها وبيقول لها احنا لقينا رسائل على ايميلك القديم، وساعتها بيطلب منها انها تفتحه وتشوفه. واول ما بتفتحه وبتبدا تقراها بتتفاجئ انه سونيرو اللي كان بيقول لها فيها انه بقاله شهور بيدور عليها كتير، ودي اخر وسيله هيستخدمها. وبيكون متضايق من نفسه جدا لانه خلاها عاشت احساس زي ده، وانه فكر في يوم من الايام يخونها. وبتقرر انها تروح له البيت، بس اول ما بترن الجرس بتتفاجئ انه عامل حفله وجايب بنات عادي، فبتبدا تتخانق معاه وبتقول له انا مش عارفه انا رجعت لك ليه. لكن سونير بيقول لها هو انت لسه فاكره ترجعي؟ احنا بقالنا سنين اصلا سايبين بعض، وبعدين في حد يمشي من غير ما يسيب ورا اي حاجه كده؟ وانه قعد يدور عليها شهور ولف عليها في كل مكان وما عرفش يوصل لها لحد ما فقد الامل وحس انها خلاص مش هترجع. وبيبان عليها انها دخلت في حاله اكتئاب، وبتعدي سنين وهي مكتئبه ومش فاهمه هو اللي بيحصل معاها كده، هو انا مش هتجوز في حياتي دي ولا ايه؟ لكن بتقرر انها تستسلم وتعيش مع نفسها. لكن فجاه بتلاقي السونير بيكلمها وبيطلب منها يتقابلوا ولو حتى شويه صغيرين. واول ما بيشوفها بيسالها هو انت ما فيش اي حاجه لسه جواكي من ناحيتي، اي حاجه حتى لو صغيره تخلينا نرجع لبعض؟ وبيبدا يعرفها ان حياته بقت وحشه من غيرها، وبيقول لها انه لف كتير وصاحب كتير لكنه اكتشف انها افضل بنت عرفها في حياته. وبيبدا بقى اخيرا يقدم لها العرض اللي كان نفسها فيه، وبيقرر انه يطلبها للجواز. وفي اللحظه دي بيرجعوا لبعض من تاني، وسرتاب بتكون حققت اللي نفسها فيه، لقيت العريس والشغل كمان، وبس كده بيخلص الفيلم.